توقفوا عن تسميتهم بالأسود. ما شاهدناه أمام فرنسا لم يكن منتخبا، بل دمى متحركة ماتت فيهم النخوة والكبرياء قبل أن تبدأ المباراة. أمام فرنسا شاهدنا أداء خجولا، بل لعلها المباراة الأكثر بروداً في تاريخنا القريب. أجساد ميتة، أقدام مكبلة، ولاعبون يتحركون فوق العشب كأنهم تحت تأثير التخدير، بلا غيرة وبلا أدنى احترام للقميص الذي يرتدونه. في المقابل شعب يحترق، ملايين المغاربة يبكون، يتحسرون في المدرجات وخلف الشاشات، ليقابل هذا البركان الجماهيري ببرود جليدي مستفز وعجرفة ميتة من أشباه لاعبين، وكأن المباراة لا تعنيهم. صرخت الجماهير حتى جفت الحناجر، لكن الصدى كان غائبا في قلوب اللاعبين. الكرة ربح وخسارة، هذا مفهوم، لكن الخسارة بلا قتال، بلا كبرياء، وبلا روح هي الصدمة التي لن يغفرها الشارع المغربي قريبا.